الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب وتلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. أحمده حمد الطامع في المزيد والطالب، وأعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم. أرأيت الأرض في دوراتها كيف تمسكت بين ثابت وسائب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت النحل كيف رشق رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت العنكبوت كيف نسج خيوطا وكم في الخيوط مصائد ومصائب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل زارع وحاسب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم بدون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أحد الأصحاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، متعني أن أنظر في عينيك. يقول: فنظرت في عيني النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت السماوات والأرض وما بينهما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأعظم مرسل، وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن السكينة والطمأنينة وفضل العشر. شوف ربنا بيقول إيه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقار. أهل السكينة أهل الوقار، يعلوهم الوقار ويعلوهم الإيمان، لأن السكينة والوقار والطمأنينة لا يسكنها الله إلا في قلب عبده المؤمن. ولذلك كلنا متمسكين ببعض. ما فيش ربنا، ده ربنا هو المهيمن، ده ربنا هو المسيطر، ده ربنا هو القادر. ألم تأخذوا العبرة والعظة من رسول الله يوم الهجرة؟ من الذي كان مع رسول الله غير أبي بكر؟ الله. العتاه من القوم، الفسدة الفسقة، كلهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر في غار مهجور، ويلتفت أبو بكر يمنة ويسرى، يمنة ويسرى، ويقول: يا رسول الله،
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. سيدنا النبي يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه لا يخاف قلبه، ومن كان الله معه لا تذل قدمه، ومن كان الله معه لا تضل سعيه. يا أبا بكر إن الله معنا، وأنزل الله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما خدتوش العبرة والعظة من سيدنا النبي؟ لا والله، البشر ما يعمل لك حاجة. رب البشر موجود، رب البشر موجود، وله ملائكة غلاظ شداد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذل ومعاناة ويوم بدر، اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق وبين الباطل، سيدنا النبي معه جماعة من المؤمنين والكفرة كتار، لكن ربنا بيقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والقرآن يتلى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كنتم أذلاء يا محمد، كنتم ضعفاء يا محمد. من الذي نصر يا محمد؟ الذي نصر هو الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. عبرة وعظة. ما هو لازم المسلم المؤمن الكيس الفطن يأخذ العبرة والعظة. وإمتى كمان؟ ويوم حنين أيضا إذ أعجبتكم كثرتكم. إيه اللي حصل؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إيه اللي حصل؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. خلي بالك. لكن احنا بقينا في غفلة، لا احترام لا بره ولا جوه، لا على أرض الله نحترم ولا بداخل بيت من بيوت الله نذكر. لا، ده سيدنا الإمام علي. ومن هو علي؟ ده من العشرة المبشرين، من العشرة المبشرين بالجنة، وزوج حب رسول الله فاطمة وابناه الحسن والحسين. ايه اللي يحصل لما يدخل المسجد او يأتي وقت الصلاة؟ يتزلزل اركانه. مفيش، مش شايف حد، هو مش شايف حد، مش شايف الا ربنا بس. اصفر وجهه وارتعدت فرائسه وينظرون الى علي وليس هو بعلي ويسألونه ما بك يا إمام؟ قم يقول لهم جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. يا أخوانا بقينا في غفلة، بقينا في غفلة، بقينا في بلاء عظيم. ولذلك سيدنا النبي يقول لك إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. قالوا ومن هم أهل البلاء يا رسول الله؟ قال هم أهل الغفلة عن ذكر الله. والطمة الكبرى لما علماء البلد يفسدوا، أهل الحل والعقد، أهل لا إله إلا الله،
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على طريق الباطل، ممدودين على طريق الباطل، لا يحرمون ويستبيحون لأنفسهم ما حرمه الله. ده انتوا ملح البلد، علماء الدين دول ملح البلد. الأمر يا اخوانا اختلط، انتبهوا. والله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. واحد تشوفه كده ما تستاهلش يقول لك ايه ده فلان، ده الراجل ده عايش ازاي؟ لا، هذا الرجل لو أقسم على الله لأبره. انتبه انتبه، ده فيه دعوة مظلوم بتخترق الحجب، دعوة مظلوم بتخترق الحجب، وقبل ما تقول له تعالى تعالى عشان يقول لك احلف على المصحف. مصحف ايه يا عم؟ انت بتستهين بكتاب ربنا؟ بتستهين بكتاب ربنا؟ امال ازاي بتتكلم؟ وازاي بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف هتقول لربنا ايه؟ ده عذاب العلماء عذابين يوم القيامة، لهم الضعف لأنه يعي ويعرف. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل سيدنا سعد ابن أبي وقاص واليا على العراق، والي على العراق. تعرفين سيدنا سعد؟ ده أحد العشرة المبشرين بالجنة، وإيه كمان، وكان خال سيدنا النبي، كان خال سيدنا النبي، ومش أي خال، كان سيدنا النبي لما يشوفه يقول لهم سعد خالي فليريني أحدكم خاله. حد فيكم ليه خال زي سعد؟ أنا سعد ابن أبي وقاص خالي فليرني أحدكم خال. اللي يوريني خال زي سعد مين؟ راح ولوه هناك، ولاه أمير المؤمنين وليا على العراق، وراحت فيه شكاوى من أهل العراق، ما هم أهل الفسق والنفاق. قال إيه؟ قالوا إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة. أحد العشرة المبشرين بالجنة لا يحسن الصلاة، الذي فتح القادسية خال سيدنا النبي لا يحسن الصلاة. أرسل سيدنا عمر محمد بن مسلمة يتحقق من الشكاوى، ولعلها شكاوى كيدية، وهم يعلمون منزلة سعد عند الله سبحانه وتعالى. دخل الرجل بعد ما صلوا وبدأ يسألهم عن مين؟ عن سعد بن أبي وقاص. انتوا بتشكوا من سعد بن أبي وقاص ليه؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة وخال سيدنا النبي واللي فتح القادسية، انتوا بتشكوا منه بإيه؟ قام التعيس رجل يسمى أسامة بن قتادة، قال له أيوة احنا بنشكي منه. بتشكي منه من إيه؟ قال له إن سعدا لم يسر بالسرية ولم يعدل في القضية ولم يساوي بين الرعية. كذاب، ويعلم الله أنه كذاب، فماذا يصنع سعد؟ هيقول له أنت كذاب؟ لا، ده لجأ إلى ركن ركين. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا رب، إذا تجمع عليك الأعداء فقل يا رب، إذا حار فيك الأطباء فقل يا رب، إذا أرهقك السير فقل يا رب. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. ركن لربنا ورفع يديه إلى السماء وهو مظلوم، ودعوة المظلوم يستقبلها الله بنفسه. خلي بالك، انتبه، دعوة المظلوم يستقبلها الله بنفسه، تخترق الحجب. ورفع يديه وقال اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. 3 دعوات. كان الراجل ده يا رب كذاب ولفق عليا وأذاني،
فأطل عمره. مظلوم. واحد يقول لك يا أخي ما تدعيش على الناس، يا أخي ظلمني، يا أخي ظلمني وشكوته إلى الله. اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأطل فقره وعرضه الفتن. يقول مالك راوي الحديث: لقد رأيت أسامة بن قتادة بلغ من العمر مبلغا عظيما، طعن في السن كبر خالص، وانحنى ظهره ونزل حاجباه على عينيه من الكبر. الحواجب بتاعت عينيه غطت عينيه من كتر انه كبير، سنه كبر. ويمد يديه للسؤال، ما عندوش فقير. ويلاقي البنات الجواري يقوم يغمزها بالعصا، يقوم الجواري يقول: يا رجل أنت رجل مسن كبير، فيبكي ويقول: رجل كبير أصابته دعوة سعد. رجل كبير أصابته دعوة سعد، دعوة المظلوم. انتبه على نفسك، خف على نفسك، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك أمهات المؤمنين، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وربنا مش بينجي يقبل دعوة مين ومن لا، بس المهم إنه يكون مظلوم. خلي بالك، ده سيدنا سعيد بن جبير دعا على الحجاج بن يوسف الثقفي لما حكم عليه إنه يقتل، وقال فيه: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. عارف الحجاج مات إزاي؟ مات بقلة النوم، ما عرفش ينام. كل ما يأوي إلى فراشه لينام يقوم مفزوعا ويقول: مالي وسعيد. شوف لما واحد يموت بقلة النوم، موت بالبطيء، جلد وذل ومخافة ومهانة، كل ما يجي ينام يقوم من نومه ويقول: مالي وسعيد. انتبه زي ما قلت لك، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. سيدنا مالك بن دينار في الكوفة لقى جماعة بيجروا في الكوفة كده، رجالة ونسوان وشباب، وإيه في إيه؟ قالوا: ده السماء لم تمطر منذ زمن. انتوا رايحين فين؟ هنروح المسجد عشان نصلي صلاة الاستسقاء. المطر محجوب، الزرع هلك، والمواشي هتهلك، وأولادنا وما فيش مية. يقول مالك: فمشيت معهم. راحوا المسجد ودخلوا المسجد، صلى صلاة الظهر، وبعد ما صلى الظهر صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا ربنا لحد العصر ما نزلش المطر. صلوا العصر، وبعد العصر دعوا ربنا لحد المغرب ما نزلش المطر. وصلى المغرب ودعوا ربنا إلى العشاء فلم ينزل المطر. صلوا العشاء وانصرفوا، كل واحد روح بيته، ما فيش، ربنا ما قبلش الدعاء. يقول: فبت أنا في المسجد. بت أنا فين؟ في المسجد، في زاوية من زوايا المسجد كده. وبعد أن هدأ الليل هدي كده، لقيت راجل أسود عبد داخل متجه للقبلة، شفاتيره غليظة، عبد مملوك، دخل كده اتجه للقبلة ورفع ايديه للقبلة وصلى ركعتين لله. وبعد أن صلى دعا الله: يا رب لا تظلم بلادك بذنوب عبادك، ما تظلمش البلاد بذنوب العباد. وبكى الرجل: اللهم أنزل علينا ماء عذبا
تحيا به مواشينا، ويحيا به أولادنا، وتحيا به أنفسنا. وبكى الرجل بكاء مريرا. بعد ما انتهى وسلم وحط ايديه جنبيه، سمعت للسماء قرقعة، السماء بتضرب، البرق بيضرب. والراجل على طول طلع من المسجد، طلعت وراه لقيت السماء كأنها قرب مي. ده راجل مين اللي دعا؟ ده مش بيه، ده عبد مملوك، دعا الله، اخترقت دعواه الحجب. السماء كأنك حاطط فيها جرب مية تنزل. سيدنا مالك طلع ولا الراجل عايز يعرف هو مين، مشي وراه، دخل شارع مشي وراه، دخل حارة مشي وراه، دخل بيت ما عايزش يدخل البيت، الليل اتأخر، راح جايب حتة طينة كده من المطر وراح معلم البيت بتاعه بايه، بحتة طينة كده. ورجع المسجد نام. ولما صحي كده في الضحى راح يسأل على البيت. دخل كده على البيت اللي معلمه، لقى راجل سيد قاعد وحواليه عبيد بيبيعها. دخل كده قال له تعالى اشتري. دخل طل في العبيد اللي جوه، ما لقاش فيهم الراجل اللي هو عايزه. قال له لا لا انا هنتظر وهبقى ارجع تاني. وهو طالع لقى حجرة صغيرة مظلمة وفيها هذا العبد الصالح، فقال يا هذا بيعني هذا العبد. قال له ده عبد تعيس، ده ما بيشتغلش، ده هيتعبك. قال له اشتريه. قال خذه بغير مال، ما تدينيش مال. قال لا بل اشتريه بمالي. وراح دفع فيه ثمنه، وراح واخد الراجل وقال له اني اعتقتك لوجه الله. لما؟ قال له لانك من اصحاب الدعاء المقبول. رايتك البارحه دعوت الله وما ان فرغت من دعائك الا وسمعنا للسماء قرقعه وماء هميم. فبكى الرجل وقال انت رايت ذلك مني؟ قال نعم. فرفع يديه وقال يا صاحب السر ان السر قد ظهر، يا صاحب السر ان السر قد ظهر، فلست اريد العيش بعد ان اشتهر. وفاضت روحه الى الله فسقط ميتا من فوره. انتبه انتبه، رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. اللهم انا نشكو اليك كل ظالم، ونشكو اليك كل من قال شيئا فينا وليس فينا. اللهم عليك بالظالمين من العباد، ارحنا منهم يا جبار السماوات والارض، ارحنا منهم ومن امثالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم دعا الله فيها إلا